السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب البكالوريا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع الحصة السادسة في الكورس التأسيسي لمادة المحاسبة المالية. فالنهارده ان شاء الله مع بعض هنعرف يعني ايه حقوق ملكية، وهنعرف يعني ايه رأس المال، وهنعرف ازاي نأسس مشروع من الأول. فسمي الله كده يا بطل، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بدايتنا كده عايزين نعرف يعني ايه حقوق ملكية. حقوق الملكية هي الشخص المالك للمشروع بيطلع فلوس من جيبه، الفلوس دي بتبدأ تكون لي المشروع بتاعي. يعني ايه تكون لي المشروع بتاعي؟ يعني احنا زي ما قلنا في المثال اللي فات او في الحصه اللي فاتت، قلنا ان احنا عايزين نفتح مشروع ونفتح بلاي ستيشن، فهو طلع فلوس من جيبه وبدا ان هو يعمل المشروع. يبقى حقوق الملكيه مبدئيا كده الشخص المالك يبدا يطلع الفلوس بتاعته. الفلوس بتاعتي دي بقول عليها راس المال. حلو كده، حلو. يبقى الحقوق الملكية بتتكون من جزئين: الشخص أو المالك، والمشروع الشركة أو المشروع اللي احنا فاتحينه. طيب هي دلوقتي رأس المال دي هو عطاء للمشروع. طيب ايه يعني ايه حقوق ملكية؟ حقوق ملكية بقول عليها هي تعهدات الشركة أو التزام على الشركة تجاه ملاكها. يعني الشركة كأنها انت طلعت فلوس دلوقتي وبقيت صاحب الشركة، فالشركة يعتبر مديونة ليك. يبقى هي حقوق الملكية بقول عليها تعهدات الشركة. الشركة متعهدة أو التزام على الشركة تجاه ملاكها أو المالك اللي هي حقوق الملكية. يعني الفلوس اللي الشركة مديونة بيها لصاحب المشروع. يبقى حقوق الملكية هي الفلوس اللي الشركة مديونة بيها لصاحب ايه؟ المشروع. يعني انت طلعت الفلوس وكونت الشركة، بقت الشركة دلوقتي مديونة لك بالفلوس اللي انت دفعتها مع انك صاحب المشروع، بس انت طلعت الفلوس دي للشركة عشان الشركة تشتغل، فانت اصبحت مديون او الشركة مديونة ليك بالفلوس اللي انت دفعتها. دي حقوق الملكية. طيب دورة حياة المشروع وحقوق المالك. ايه دورة حياة المشروع دي؟ دورة حياة المشروع اول حاجة عندي رأس المال، بعد كده عندي صافي الربح، بعد كده عندي المسحوبات. ركز معايا. رأس المال قلنا الفلوس، اي مشروع بيبدأ بفكرة بيكون صاحبها بيدفع مبلغ من جيبه فبقول عليها رأس المال. يعني انا طلعت فلوس من جيبي رحت اديتها للشركة او عشان افتح شركة او عشان افتح مشروع، بقول عليها ايه؟ بقول عليها رأس المال. طيب المشروع اتفتح واشتغلنا وكسبنا والدنيا حلوه، بقى عندي ايه؟ صافي ربح. يبقى انا طلعت فلوس من جيبي، كونا الشركه، فتحنا الشركه، اشتغلنا والدنيا لعبت، جالي صافي ربح، جالي مكسب. حلو. جيت بقى انت اتعبطت في دماغك وجيت تسحب مراتي مش عارفه ايه، عايز اجيب عربيه، عايز اجيب الكلام ده، فبتسحب فلوس من الشركه. انت صاحب الشركه بس هي مشتكيه، تسحب زي ما انت عايز. طب انا سحبت من الشركه، هل دي الحاجات دي هتبقى يعني هقول عليها ايه في المحاسبه؟ او المحاسبه بتقول عليها ايه اصلا؟ بقول عليها مسحوبات. يعني انت سحبت من الشركه، يعني انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتنيلها. يعني ايه بتنيلها؟ يعني انت كده بتسحب من فلوس الشركه فبتقلل الفلوس اللي في الشركه. يبقى انا دلوقتي دخلت براس مال، شغلنا الشركه، الشركه كسبت طلعت فلوس، فانت فرحت قلت الله الشركه كسبت، اروح مطلع فلوس واسحب من الشركه. بس المسحوبات دي مشكله كبيره جدا. المسحوبات دي بتعمل ايه؟ المسحوبات دي بتقلل فلوس الشركه. المسحوبات دي ايه؟ بتقلل فلوس الشركه. يبقى دوره حياه المشروع تتكون من راس مال، ان انت بدات المشروع وفتحته، دخلنا شغلنا جالنا مكسب، بعد كده سحبت انت بقى اي فلوس من المشروع، دي بتتخصم من فلوس المشروع. دي بقول عليها دورة حياة المشروع كله. طيب عندي معادلة بقى، ندخل بقى على المعادلات والحاجات الجميلة. بص بقى، مش انا قلت لك دلوقتي حقوق الملكية، لسه بنتكلم حقوق الملكية. ايه حقوق الملكية؟ قلنا بتتكون ان انت دفعت فلوس، الفلوس اللي انت دفعتها بقول عليها رأس المال. يبقى اول حاجة عندي رأس المال. شغلنا المشروع، شغلنا الشغل، دخل لنا صافي ربح، دخل لنا ايه؟ دخل لنا مكسب، بقول عليها صافي ربح. بعد كده انت سحبت، بقول عليها مسحوبات. نترجم الكلام ده كله في معادلة ونقول ايه؟ نقول ان رأس المال زائد صافي الربح ناقص المسحوبات هو حقوق الملكية. يعني ايه؟ يعني رأس المال انا دفعت فلوس وكونت المشروع، فرأس المال ده بيزود لي قيمة الشركة او بيزود لي فلوس الشركة. كسبنا يعني دخل لنا فلوس، فالفلوس اللي دخلت مكسب لينا، فده بيقل او بيعلي من قيمة الشركة عندي. طيب انت سحبت فلوس،
اي مسحوبات دي غلط. يعني ايه غلط؟ يعني غلط ان انت تسحب من فلوس الشركه، انت كده بدل يعني انت كسبت اللي كسبته سحبته، فالمسحوبات دي غلط ان انا اسحب من فلوس الشركه، فدي بتقلل من قيمه الشركه او بتقلل من فلوس الشركه. ودي معادله الاولى ازاي نحسب حقوق الملكيه. دي طبعا معادله بسيطه جدا، بنبدا نعوض. طبعا ده هناخده مع بعض لما المنهج ينزل، فانا مش عايز اصدعك بكلام كتير ومعادلات كتير، انا بعرفك بس ان انت تبقى عارف المعادلات شكلها ازاي، عشان كله معتقد ان المحاسبه كلها رياضه. هي رياضه، هي مش رياضه بمعنى رياضه، هي حاجات بسيطه جدا، جمع وطرح في حاجات بسيطه قوي. دي كانت المعادله الاولى معانا. طيب تعالى بقى يا سيدي افهمك حاجه. صافي الربح، شرحنا في الاول الكورس التاسيسي وقلنا صافي الربح، قلت لك عندي حاجه اسمها ايرادات وعندي حاجه اسمها مصروفات. يبقى صافي الربح ده مش بيجي رقم من فراغ. انا عندي صافي الربح، قلنا في الحصص الاولى ان الايرادات ناقص المصروفات، الناتج اللي يطلع قلنا حاجه من الاثنين، يا صافي ربح يا صافي خساره، يا صافي ربح يا صافي خساره. صافي ربح يعني الشركه كسبانه، يعني الناتج اللي طلع، الناتج بيطلع حاجه من الاثنين، الناتج يا موجب يا سالب. يعني ايه الناتج موجب يا سالب؟ الناتج لو طلع موجب يبقى الشركه عندها ربح، طلع بسالب يبقى الشركه عندها خساره. يبقى صافي الربح ايراداتي اطرحها من مصروفاتي، يعرفني بقى الشركه دي كسبانه الشركه دي خسرانه، عندنا صافي ربح ولا صافي خساره. طيب تعالى بقى نعوض بالتفاصيل، تعالى نفهم بقى الموضوع ده، ركز معايا بقى كده عشان نفهم الكلام ده. مش احنا قلنا المعادله الاولى اللي انا لسه شارحها من شويه، قلنا حقوق الملكيه تساوي ايه؟ راس المال زائد صافي الربح ناقص المسحوبات. بص انا مش بخليك تحفظ كده وخلاص، انا حطيت زائد ليه؟ عشان راس المال وصافي الربح الاتنين بيزودوا فلوس الشركه، بيزودوا قيمه الشركه، لكن المسحوبات وحشه، المسحوبات مش عايزينها. المسحوبات بتقللي فلوس الشركه، فانا بطرح ان انت عندك الفلوس زادت، رحت انت ساحب من الشركه فمقلل فلوس الشركه. طيب في حته بقى ممكن نعمل بيها معادله جديده وحته بسيطه جدا بالفهم، انا مش هخليك تحفظ خالص. صافي الربح لسه قايلها لك من شويه، صافي الربح بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايرادات وبيتكون من مصروفات. طب هسألك سؤال، ايه اللي بيزود الشركه؟ هل الايرادات ولا المصروفات؟ ها معايا، ايرادات ولا مصروفات؟ ايرادات يعني فلوس داخله للشركه فالايرادات بتزود فلوس الشركه، مصروفات يعني صرفت فبتقلل فلوس الشركه. يبقى انا عندي بقى تركز بقى في المعادله دي، راس المال صافي الربح، الايرادات بتزود فلوس الشركه، مسحوبات مع مصروفات دي بتقلل فلوس الشركه. يبقى انا اقدر اعمل معادله جديده. تعمل معادله جديده ازاي؟ اقول له حقوق الملكيه تساوي راس المال زائد صافي الربح، اشيل صافي الربح احط عندي المصروفات والايرادات، بعد كده اطرح ايه؟ المسحوبات. يبقى انا عشان اعمل معادله جديده انا عارف بالفهم ان صافي الربح ان انا باخد ايرادات واطرحها من المصروفات اهي، واطرحهم من بعض، وراس المال اجمعه على صافي الربح، شلنا الربح حطينا دول وطرحت منه المسحوبات، كده طلعت معادله جديده. بس انا عارف ايه؟ المعادله الاولى اللي احنا قلناها اللي هي حقوق الملكيه وراس المال وصافي الربح والمسحوبات، طلعت منها معادله جديده ازاي؟ ان انا شلت صافي الربح وحطيت ايرادات ومصروفات، ادي معادله تانية. ممكن اعمل لك كذا معادله دلوقتي وكلها بالفهم من غير ما تحفظ اي معادله. عندي بقى المعادله المحاسبيه الرئيسيه اللي انا بشتغل بيها. ايه هي المعادله؟ المعادله بتقول لي ان الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. شرحتها لك في الكورس في الاول، قلت لك قائمه المركز المالي او بنقول عليها الميزانيه العموميه، قلنا عندي الاصول ده جنب لوحده لازم يساوي جنب تاني. ايه هو الجنب التاني؟ الالتزامات، وايه تاني؟ وعندي حقوق الملكيه. يبقى الجنب ده لازم يساوي الجنب ده كله. يبقى المعادله بتقول لي ان الاصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. يبقى المعادله الاساسيه، المعادله الرئيسيه بتقول لي ان الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. الاصول شرحناها، الالتزامات عرفنا ان هي الديون، حقوق الملكيه لسه قايل لك عليها ان هي راس المال، ان هو بيدفع من جيبه، وصافي الربح ولو سحب بيقلل من فلوس الشركه. تمام؟ دي المعادله
المحاسبيه الرئيسيه اللي هنشتغل بيها، اللي هتبقى اول معادله عندك مع بدايه الشغل في المنهج. طيب تعالى في معادله بقى تانية، تركز معايا يا معلم. لا لسه قايل لك عليها برضو. بص انا عمال اعيد وازيد اهو. بص بقى، عشان انا بقول لك الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه، ولسه شارح لك اخدين معادلتين في حقوق الملكيه يا عم. تمام، اخدنا الاصول اهي، الاصول تساوي الالتزامات المفروض زائد حقوق الملكيه، بس انا هشيل حقوق الملكيه واحط القانون اللي انا لسه قايل لك عليه اللي هو ايه؟ هحط له راس المال، هحط له الايرادات. انا شايفك حاطط زائد وزائد، لسه قايلينها، زائد راس المال عشان بتزود، زائد الايرادات عشان بتزود. اطرح بقى ليه؟ اطرح المصروفات عشان بتقلل فلوس الشركه، واطرح المسحوبات عشان بتقلل فلوس الشركه. يعني انت عايز تقول لي ان انا اعرف معادله واحده واقدر احل بيها اي حاجه؟ تقدر تحل بيها اي حاجه بمنتهى السهوله. انا عارف ان المعادله الرئيسيه الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. طب السؤال طب انت هتستخدم ده امتى وده امتى؟ حسب السؤال ما يجيلك. لقيته اعطيك اصول والتزامات وحقوق ملكيه كامله، هشتغل بيه. لقيته بيقول لي ايرادات وراس مال ومصروفات ومسحوبات، هشتغل بالقانون ده. يبقى القانون الرئيسي بيقول لي الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. شلت حقوق الملكيه، احط مكانها راس المال بيزود، ايرادات بتزود، اطرح مصروفات واطرح مسحوبات. تعالى بقى افهم الكلام ده. تعالى بقى افهم الكلام ده معايا. التأثير اللي بيأثر على حقوق الملكية، ركز معايا. هنشوف الحركة وهنشوف العنصر. رأس المال ماله يا عم؟ بيأثر على حقوق الملكية ازاي؟ انا عندي رأس مالي او فلوسي لما احطها في الشركة بتعمل ايه في الشركة؟ بتزودها في زيادة لسه قايلينها. الايرادات، يعني ايه ايرادات؟ يعني فلوس دخلت. طيب السؤال ليك، هتزود ولا تنقص؟ دخل لي فلوس، هتزود ولا تنقص؟ هتزود، يبقى في زياده. حلو قوي الكلام ده. صافي الربح، يعني ايه صافي الربح؟ يعني انا شركه كسبانه دلوقتي، دخل لي ربح، دخل لي مكسب، اعمل ايه؟ بتزود ولا تنقص؟ بتزود. بعد كده عندي المصروفات وعندي المسحوبات. قلت لك مصروفات مسحوبات بتعمل ايه؟ بتزود في الشركه ولا بتقلل؟ بتزود فلوس الشركه ولا بتقلل فلوس الشركه؟ قلنا بتقلل فلوس الشركه. في حاجة صعبة يا شباب؟ في حاجة صعبة؟ وكده نبقى وصلنا لنهاية حصتنا. لو عندك أي سؤال في الكورس التأسيسي بالكامل تقدر تسيبه لنا في الكومنتات، ولو ما شفتش المحاضرات اللي فاتت هتلاقي لينك المحاضرات في الكومنتات تحت. سلام.